السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل النهارده حبيبة الكل، كفتة الرز. هاتوا الخلاط بتاعكم زي ما سمعتوا كده، هاتوا الخلاط وحضّروه وتعالوا نعمل كفتة الرز القمر دي من الألف للياء، بكل تفاصيلها وبإمكانيات كلها على قد إيدينا، ولا هننزل بقى الجزار ولا أي حاجة. يالّا بينا. أول حاجة جِبت شبت وبقدونس وكزبرة، اللي هي الخضرة بتاعتها. هي منعكشة ليه؟ علشان أنا بصراحة جايباهم من اللي زارعاهم في البلكونة. فاكرين لمّا أنا زرعت شبت وبقدونس وكزبرة؟ دول بقى المحصول بتاعي. جِبتهم وقطّعتهم زي ما أنتم شايفين كده، شِلت العيدان لإن العيدان هتُقف معايا في الخلاط وهتضايقني جدًا، ده غير إن هي ممكن تعمل شوية سوايل زيادة كده وتخلّيها تفُك. شِلت العيدان خالص وخدت الورق وقطّعته رفيّع جدًا. وكمان جِبت يعني واحدة كده فلفل حامي، اللي مش عايز ما يحطش، بس أنا باحبها spicy شوية وقطّعته برضه رفيّع جدًا. وحوالي 5، 6 فصوص من التوم وقطّعتهم برضه رفيّع أوي. وبعد كده بقى جِبت بصلة صغيّرة، أحمر أو أبيض مش هيفرق، بس المهم إنها تكون صغيّرة عشان طبعًا عارفين إن البصل فيه سوايل، فممكن تخلّي الكفتة تفُك. وأي حاجة هنقطّعها صغيّرة على قد ما نقدر علشان خاطر تساعد بس في الفرم إنها تتفرم بسرعة. بعد كده بقى هاجيب كوبايتين لحمة مفرومة، اللي هو يعني نُص كيلو لحمة. كندوز أو جملي اللي تفضّلوه، بس أنا النهارده استخدمت الكندوز. النُص كيلو دول عملوا كوبايتين، هاحُط عليهم كوبايتين من دقيق الرز. بما إن إحنا هنستخدم الخلاط أو كبة الخلاط النهارده، فمش هينفع نجيب رز كده ونطحنه، هيبقى خشن مهما طحناه. فعشان كده هنجيب دقيق الرز جاهز من السوبر ماركت، بيبقى ناعم جدًا زي ما أنتم شايفين كده. وسامعاكم وأنتم بتقولوا إن اللحمة غالية، عارفة طبعًا إن اللحمة غالية والظروف علينا كلنا كده زي الفل يعني. بس خلّي بالكم إن النُص كيلو ده هاعمل لكم منه 3 وجبات، معايا ما تقلقوش خالص إن شاء الله. وخلّي بالكم إن الملح لازم يكون مضبوط، يعني النُص كيلو ده لازم يكون عليه معلقتين صغيرين، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة من الكمون. الكمون مهم جدًا للهضم يا جماعة. ومعلقة من الكزبرة الناشفة، وكمان رشة خفيفة كده من جوزة الطيب. يا سلام بقى لو فريش زي اللي أنا عملتها كده، بتدّي ريحة حلوة أوي. بس اللي مش عايز وما بيفضّلهاش خلاص ما فيش مشكلة يشيلها خالص. وهاقلّب بقى كويس أوي كلّه كده مع بعضه. وعايزة أقول لكم بقى في مفاجأة، عارفين الكبة الصغيرة بتاعة الخلاط اللي هي بتيجي مع الطقم كده؟ هي دي اللي هاستخدمها النهارده بتاعة التوابل دي. عايزة أقول لكم إنها فظيعة والله، أحلى كتير من الكبة العادية. الكبة العادية جبتها وباظت ورميتها وبقيت أستخدم دي على طول. وده أول وِش. هافرمها تاني بس هاحط عليها نُص معلقة مَيّة، نُص معلقة يا جماعة بس علشان خاطر تمشّي الكبة مش أكتر من كده. اوعوا تزوّدوا، إحنا ما صدّقنا إن ما فيهاش سوايل. ودي الفرمة التانية أحلى كتير من اللي بنوقف بقى عند الجزار وتوابير ونغسل الخضرة ونعمل. في البيت كده نضافة وحاجة حلوة أوي وسريعة جدًا. وممكن بقى تحل لكم مشاكل كتير أوي. كفتة الرز بقت بعد اللي أنا عملته ده النهارده سهلة أوي إن إحنا نعملها في أي وقت. وهاصبّعها بقى زي ما هتشوفوا كده بالضبط. هاجيب شوية زيت وأدهن إيدي الأول كل 3، 4 صوابع كده أدهنها مرّة، وأقعد بقى أصبّع كده أحاول على قد ما أقدر كلّها تبقى قد بعض ونفس الطول. ده أول سطر، والتاني سطر أهو. وخلّصت الكمية كلّها. شايفين قد إيه النُص كيلو لحمة رمى معانا كمية حلوة أوي. طبعًا هاشيل وجبتين زي ما قُلت لكم. هاجيب أطباق فوم وأجيب بقى أكياس الساندوتشات، أقطّعها كده من النُص، أفرش نُصّها تحت والنُص التاني هاغطّي بيه الكفتة من فوق، واحطها في الفريزر بقى لحد 3 شهور. بجد منقذة وحلوة جدًا في أي وقت. وكفاية إن أنتم عاملينها في البيت، يعني حاجة نضيفة جدًا. في ناس قالوا لي إن هُم مش بيعملوا كفتة الرز بالخضرة. أنا مش عارفة بصراحة هيبقى شكلها إيه وطعمها إيه، بس أنتم لو ما بتحبوش الخضرة يعني اعملوها زي ما أنتم عايزين، بس بالطريقة اللي أنا عملتها النهارده بدقيق الرز تحفة. جبت بقى بعد كده استريتش راب ولفيتها، أو ممكن تحطوها تاني في كيس من أكياس الساندوتشات، وخزنوا بقى زي ما أنتم عايزين. بس هنا عايزة أفكركم بحاجة بعد إذنكم يعني، لو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تنوروني بالاشتراك، ولو أول مرة بتشوفوني أنا أسماء بحيري. يا ريت بعد ما تشتركوا بقى تفعلوا زر الجرس علشان أي وصفة جديدة إن شاء الله أنزلها يجيلكم إشعار بيها. وكمان ما تنسوش اللايك والشير. الشير ده مهم أوي يا جماعة عشان كل حبايبكم يعملوها إن شاء الله، ونبطل بقى معاناة كفتة الرز دي خالص. بعد كده بقى هنعمل حاجة حلوة أوي. يلا نحمرها. هاجيب زيت وعلى نار متوسطة، ومش هاحط زيت كتير يا جماعة، برضه الزيت غالي وكل حاجة غالية، بس يعني على قد ما نقدر هنوفّر. وهاجيب بقى شوية الكفتة اللي باقيين دول وأبدأ أحمّرها. أهم حاجة النار تكون متوسطة علشان ما تاخدش لون بسرعة ومن جوّه تبقى نيّة. ودقيقة واحدة بس وابدأوا قلّبوا بقى علشان تاخد اللون الجميل ده من كل الاتجاهات. عايزة أقول لكم ولا بتطرى ولا بتفرقع في الزيت ولا بتحصل لها أي حاجة، تحفة بجد. وخلّصت خلاص كُلّه. عايزة أقول لكم إن دول نُصّهم بالضبط، يعني النُص التاني اتاكل كده على البوتاجاز يعني أول ما بتطلع من الزيت. هي حلاوتها في كده بصراحة. عايزين بقى تعملوها بدمعة، هاعملها لكم مرّة تانية إن شاء الله بدمعة. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تكون سهلة وبسيطة، وألف هنا وشفا، والسلام عليكم.